الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشعب، وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة أمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه، حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات. والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل، في ظل ما يعرف العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات. فإننا في أشد حاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغربي الأصيل، أولا في التمسك بالقيم الدينية والوطنية وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك، ثانيا في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد، ثالثا في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك، رابعا في مواصلة مسارنا التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. شعبي العزيز، إن عملنا على خدمة شعبنا لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار. وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما ندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. ومسك الختام قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن أعتذر، الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم من الحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك اعمال ارهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش ارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود الاخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من كذا وما تخلينيش نهضر. انا عارف الخبايا،
صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد أكثر. أنا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشرة. ونزيدك اللي توصل الجزائريين أو الأجانب بالأخص فرنسيين ذات أصول جزائرية يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الأعراف الدبلوماسية. تاريخ وضح تاريخ باللي أنا لما نسمع أسبوع من بعد وزير داخلية نتاع دولة نافذة أوروبية وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الأدلة باللي الجزائر ما عندها حتى دخل في الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربة وما اعتذروش. غير كم تقبض عودك تركفوك عودك والفيزا وما نعرفوش. العلاقات بيناتنا راها آلاف سنين. واحد ما يشتمش المستقبل. يعني نقول لك يعتذر الشعب الجزائري قبل كل شيء، لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيت دير لي الفيزا، أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سدوا واستريح. طاحوا مع السي اليمين فحل وجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك أين الحدود نبلعها. هذا ما كان هكا صرا. دروك بغاو يصلحوا العلاقات لأن علاقات اقتصادية قوية كانت بيناتنا، والمستفيد مش بالضرورة احنا. معليش احنا فيه طرف من الحدود نتاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذه عايشين معنا، عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين مرحبا، ونعاودوا نبنوا. لأن اليوم تجمعات تكتلات الجهوية انت ما تكون قوي الا ما تكون منتمي اليها. ما اقتصاد لما غدوه تبني اتحاد المغرب العربي فيه قوه نتاع ياش عندك 70 مليون مستهلك، اكثر من 70 مليون مستهلك، تلحق حتى 90 مليون اللي تحسب هذه مستهلك منتج الى اخره. ولكن احنا راغبين، راني نقول شكون راه يكسر في العلاقات بيننا وبينهم، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين تونس، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين مصر. انا ما متفق معاك، مانيش نهضر على شيء. انا داتني نعرة على اولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد مولا 60 عام تخرجوا من الشامبره تاعو ما تخليش تاير في المحفظه تاعو والضرب كود فيه، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوه. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطه ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تما الامور تصلح.